أهلا، أنا نيرة وويلكم تو ماي نيري تيل. الأول أحب أعرفكم بأجمل إنسان في العالم، عبد الله. هو شخص برايفت جدا عكسي تماما، فمش عارفة أحكي لكم عنه كتير، بس تعالوا أوريكم behind the scenes من خطوبة أحلامي. طبعا انتوا عارفيني لازم أخطط، فخطوبتي كانت بروجكت صغير كنت عايزة إنها تكون بتعبر عننا والتفاصيل يكون فيها نواحي مختلفة. بريدجرتون هو أول مسلسل أقنعه يتفرج عليه وهو حبه قوي، فكنت عايزة الثيم يبقى بريدجرتون. كمان بحس الرويال والفيري تيل لاف فايبس بتاعت المسلسل ده شبهنا قوي، فالحمد لله اني لقيت مكان بالفيجن دي. والديكوريشنز كنت عايزاها تبقى بينك لوني المفضل واخضر لون عبد الله المفضل. كده جهزت مود بورد للفوتو سيشن. التفاصيل كانت احلى حاجه. طبعت ليدي ويسل داونز لكل جست. اول كولوم كان فيه جوسب عني انا وعبد الله، وتاني كولوم كان فيه اشعار وايات احنا بنحبها، وتالت كولوم كان مساحه للناس يكتبوا لنا رسائل وقعدنا قرأناها مع بعض. عبد الله شخص بيحب يتكلم عن الاسلام، يعني اللي يعرفه هيفهم انا قصدي ايه. هو ليه طابع اسلامي كده حتى في طريقته وفي كلامه، بيحب الفن الاسلامي وانا بحب الشعر جدا، فكنت عايزه تفاصيل الانفيتيشن تبين ده. والفستان لقيت فستان احلامي بجد، بس طبعا ما كانش المحجبات فجبته من بره وعملت الجزء اللي فوق ده في مصر. كان فاضل اسبوع واحد على الخطوبه، اختي ندى خدتني علشان نختار ديزاين لبريس اون نيلز، وكنت في اخر بروفا للفستان وتخطيت خوفي من القطط. كنت قاعده براجع السيف دريلز بتاعت الخطوبه، حد بيعمل زيي؟ وهنا كنا رايحين شبكه شوبينج. واحلى حاجه حصلت، ماما عملت لي صينيه الشبكه بايديها، بصوا بجد جميله ازاي، زي اللي انا كنت عايزاها بالظبط. وندى اختي خدتني نعمل مساج. طبعا هي مش عارفه قد ايه ده كان مهم بالنسبه لي، بس الاسبوع ده انا كنت مضغوطه قوي قوي في الشغل، فحسيت اليوم ده كان بريك. كل شويه كنت عماله اقول لها انا خايفه من حاجه ليها علاقه بالشغل، وهي تقول لي بس ما تفكريش في الشغل دلوقتي، احنا جايين نسترخي. فكان وقت حلو قوي بصراحه. قبل مناسبة أي واحدة فينا بيوم، أنا وأخواتي عاملين تراديشن إن احنا بنتفرج على فيلم هي بتختاره وبناكل سوشي، فأنا اخترت حب البنات. وطبعا شغلتهم معايا، خليت ندى ونوران يساعدوني إن احنا نفولد الورق ده كله ونحط عليه فيونكات، واكتشفت قد إيه ندى ما بتعرفش تعمل أي حاجة كرافتي في الحياة. نوران طبعا حتى الماسك بتاعها مش معبرانة. واخيرا اليوم جه وماما ونانا ساعدوني اجهز، وانا في الطريق كلمت ماريا وروان صحابي ما يعرفوش ينزلوا مصر. واول ما وصلت بدات الفوتو سيشن، كان ساعتها عبد الله لسه ما وصلش. هبقى احط لكم الصور بتاعتي لوحدي. بصوا التفاصيل بتاعة المكان كانت تحفة ازاي. لحظة هلع ان عبد الله يشوفني ايوه، قبل معاك معلش انا معاك. ويا عبد الله وصل. واختار الوان بوكيه الورد تكون الوان لبسنا والوان المكان. الكلمة في المراية دي علشان نيري تيل تبقى معايا في الخطوبة. بحبكم. طبعا ميمو اول المعازيم، هنا الانترنس واللحظة المنتظرة. وكنت كتبت شعر صغير لعبد الله. سوا نورسين ماي بيست فريندز من 9 سنين، فكنت ايموشنال قوي معاهم. وبس happily ever after. شكرا لمشاركتكم اليوم ده معايا.